السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع احمد اللفندي الحقيقه بس عندي على قناه باكورد. في البدايه لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. الفتره اللي جايه فيها حاجات قويه جدا. بنشوف كمان فيديو كده خالد الغندور. للي مش عارف ومش فاكر افكرك ان خالد الغندور كان ماسك ابراهيم نور الدين غسله على الهوا، وابراهيم نور الدين غسل خالد الغندور على الهوا. وكم من الحاجات دي موجوده، يعني اقدر اعمل لكم عليها رياكت كده عشان تشوفوها. للاسف يعني ابراهيم نور الدين طبعا على الهوا بيقول لخالد الغندور انت ما بتفهمش، ومسك طبعا وانفعال غير عادي وماسكين في بعض على الهوا، وده طبيعي. ولكن اللي مش طبيعي ان انت تنسى ان ده حصل قبل كده. وهم طالعين يحيوا ابراهيم نور الدين دلوقتي اللي هو بيعمل حاجات كده، يعني زي ما بيقولوا كده ملك الضحكه وملك الشو، بيحب الكاميرات. في مطوشه نادي الزمالك بيعمل نفسه مش شايف حاجات، وبيعمل نفسه مش شايف كور، وبيحسب ضربات جزاء حاجات غريبه جدا. في البدايه احب افكركم طبعا ما تنساش يا خالد يا غندور ان هو مسكك على الهوا غسلك وبهدلك وقال لك انك ما بتفهمش، وانت قلت له لا انا بفهم كويس قوي، انت اللي ما بتفهمش. وانت رديت عليه رد طبعا بقى تراشق بالالفاظ، وبعدين قال لك انا بعتذر لك ان انا مش قصدي انك بتفهمش كذا يعني حاولوا يهدي الاجواء. ولكن هو ده بس الحاجات اللي الناس بتنساها، عشان انتوا ناسيين ان ابراهيم نور الدين ده كان في يوم من الايام انتوا نفسكم ضده. نادي الزمالك وجمهوره ولاعيبته القديمه والجديده كانوا ضد ابراهيم نور الدين اللي هو دلوقتي نجم الشباك في نادي الزمالك، اللي بيحكم اللي بيشوفه واللي ما بيشوفوش، حاجات كده عمال على بطال. ولكن هو ده التاريخ اللي انا بحب افكركم للي ناسي. عشان كده بقول لك انتظر بقى فيديوهات قويه جدا. اتاكد انك مشترك ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك الحاجات دي مهمه جدا. وتحياتي ليكم، واشوفكم في فيديو جديد مع احمد اللفندي على قناه باكورد. الحقيقه بس عندي. اسيبكم في رعايه الله. سلام.